توقفها على موضوع المتبرع اللي هو هيقوم بال بالتبرع اللي يعني مطلوب فصيلة دمه تكون ايه؟ هو موجب. ويكون بدنيا سليم. بدنيا سليم، خالي من الامراض، اللي ما عندوش فيروسات، ما كده يعني. فربنا يعني بيتعمل له تحليلات قبلها يا كابتن ابراهيم؟ طبعا تحليلات في المستشفى، في نفس المستشفى اللي احنا هنعمل فيها العمليه بمشيئه ربنا يعني. تكلفتها كام يا كابتن العمليه؟ والله هي مكلفه يعني، ما مكلفه مبدئيا عشان اخش اوضه العمليات لازم يكون في المستشفى 200,000 جنيه، غير اللي هياخده المتبرع، غير الاشاعات والحاجات دي ما بين 15 ل 20,000 جنيه، واخد بالك، غير ما بعد العمليه برضه في ادويه مثبطات للكبد وكده، ده اذا ربنا اراد ونجحت العمليه، على اساس ان الكبد يثبت بقى في مكانه، بقى في يعني ادويه غاليه جدا، واخد بالك. فالحمد لله رب العالمين يعني بنسعى، واللي فيه الخير يقدم ربنا ما شاء الله. كان في محاوله مع واحد، كان في محاوله مع واحد بس للاسف الشديد طلعت انزيمات الكبد بتاعته عاليه شويه، فالدكتور نصحني اني مش هينفع، لازم ادور على واحد تاني يعني. بس الشباب والرياضه يا كابتن والقدامى اللاعبين دورهم ايه؟ والله يعني احنا يعني ناس كتير قايمه بالواجب يعني، الحمد لله رب العالمين، منهم كابتن محسن خليفه، كابتن احمد الطيب، كتر خيرهم يعني قايمين برضه يعني الكابتن احمد قام بواجب مع وجه الدعوه لشوبير، عمل معايا الحلقه وكده، خد بالك، وزعت، ويعني ماشيين في طريق يعني هم كله خير يعني، على اساس ان يعني يساعدوا يعني. في باشمهندس محمود عثمان، المجلس محمود عثمان، احمد عثمان، العثمانيين دول خيرهم علينا من زمان الزمن يعني، ولا زال لغايه دلوقتي برضه. الله يكرم اصلك، الله يخليك يا باشا. ويعني الحمد لله رب العالمين في سكك يعني، بس هي المشكله في موضوع المتبرع ده اللي يمشي معايا بس. لكن ما بتخرجش يا كابتن؟ والله بخرج للضروره القصوى يعني، لما طبعا بسافر شبين عشان اعمل التحليلات والحاجات دي والاشاعات وكده، دي اللي في السويس انا بقى للضروره القصوى يعني، بنزل و يعني بقضي حاجات بيتي بالراحه على مهلي وبرجع تاني. المتبرع بياخد حاجه مقابل مادي؟ والله يعني في ناس بتعملها لله يعني، وفي ناس طبعا بتاخد ماديات. انا اقصد كان معانا طبعا كان هياخد طبعا، بس بيتكلف يا كابتن ابراهيم. طبعا ربنا هو المستعان يعني، يساعدنا على اساس ان احنا الانسان بيحاول قدر المستطاع ان هو يعني يبقى من افضل لافضل يعني، انما